مسا مسا حلوين، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قبل ما نبدأ بقى الفيديو اعملي لايك للفيديو واشتركي معانا في القناة لو انت مش مشتركة وفعلي زر الجرس. النهاردة بقى جاي لكم فيديو جديد ويوم جديد وتجربة جديدة. لأول مرة في حياتي هستخدم الكيس الحراري ده اللي بيدخل الفرن، ولا مرة استخدمته قبل كده. فهبدأ اتبل الفرخة بتاعتي، هعمل فيه فراخ والنتيجة بتاعته بجد صدمتني. أه هبدأ بقى اتبل الفراخ بتاعتي اي تتبيلة انت عاوزاها اعمليها. طب انت تبلتي فراخك بايه يا لولو؟ تبلت فراخي بملح وفلفل وكمون وسبع بهارات وتوم بودرة وبصل بودرة وبابريكا. تمام، توم بودرة وبصل بودرة وبابريكا وتوم وملح وفلفل وكمون، وهنحط حبة زيت، وفي الاخر هحط حبة كاتشب. كل التوابل دي معلقة صغيرة للفرخة الواحدة، انما انا مزودة الكمية شوية عشان انا هعمل فرخة ونص. تمام، ومجربة الاتنين، في مقطع يعني نص الفرخة مقطعاها وهعمل فرخة سليمة، وهقولك نتيجة ده ايه ونتيجة ده ايه. خدي برضو فكرة، ما ربما انت جبت او عندك عايزة تستخدميه وخايفة، فانا هديك الفكرة المظبوطة عنه. البهارات تاني ملح وفلفل وكمون بابريكا، سبع بهارات، توم بودرة وبصل بودرة وحبة زيت، وكمان شوية كاتشب. لو عندك صلصة طماطم عايزة حطي. وهضيف عليهم ايه؟ مكعب مرق، لو عندك مرقة فورية ضيف معلقة صغيرة. وهدوب ده كله بحبة مية. تمام، التوابل دي هدوبهم مع بعض بحبة مية. اهو هحط بقى المكعب المرقة بتاعتي. انت لو عندك مرقة فورية حطي مرقة فورية. طبعا انا مسخنة الفرن بتاعي قبل ما ابدا شغل في الفرخة بتاعتي خالص، لان الفرخة هتبلها واسويها على طول. يا سلام لو سبت الفرخة دي في التتبيلة ليلة، الله الله على الطعم وعلى الطراوة، خطير بجد. ولا هتحطي زبادي ولا هتحتاجي تحطي حاجة خالص. اهو قلبت البهارات بتاعتي. هنا كنت بدوب مكعب المرقة بتاعي. ولو عندي صلصة في الوقت ده كنت هحط صلصة طماطم، بس انا جبتها لقيتها مش كويسة. هنا دقت الحقيقة بتاع الملح بتاعي لقيته حلو. وهضيف بقى شوية كاتشب، عايزة سبايسي ضيفي، عايزة بارد ضيفي. بس وهدوبهم بقى وابدأ اتبل الفرخة بتاعتي. لو وصلت لحد هنا من الفيديو اعمل لايك للفيديو وصلي على النبي في الكومنتات. اما انا في رقبتك تعملي لايك للفيديو وصلي على النبي في الكومنتات. جبت السكينة بقى وغرست الفرخة بتاعتي عشان تشرب من التتبيلة، بما ان انا هسويها على طول. وبدأت انزل عليها بالتتبيلة بتاعتي. اهو بعمل مساج بقى للفرخة بتاعتي من فوق لتحت كل حتة فيها بعمل فيها مساج. بدخل فيها التتبيلة ودبلي بقى الفرخة بتاعتك. ويا سلام لو بيتيها زي ما قلتلك هتبقى طعمها تحفة لو بيتيها ليلة في التلاجة. اهو تبلت الفراخ بتاعتي كويس. هاجي بقى لايه؟ للخطوة الأساسية معايا. انا كده على اساس ان انا سايباه شويه يعني في التتبيله وكده. صلى على النبي في الكومنتات واعملوا لايك للفيديو. هركن بقى ده على جنب واجيب الصينيه اللي هعمل فيها الفراخ اللي هسويها في الفرن. وهجيب ده نوع الكياس اللي معايا. العلبه دي ب10 جنيه، فيها تقريبا 5 اكياس، تقريبا 5 اكياس او 6 اكياس. هستخدم انا منهم كيسين دلوقتي، لان الكياس دي اكياس صغيره مش اكياس كبيره. يعني يا دوب تاخد فرخه بالظبط. يعني هتشوفي دلوقتي انا فتحت الكيس بتاعي اهوت، وبعدين فتحت الكيس بتاعي اهوت، وببدأ انزل بقى بايه؟ بالفرخة، وعمالة اجيبها يمين ويمين في شمال. اول مرة اجرب وعايزة اعدلها كده. جيت احط معاها بقية الفرخة اللي هو النص الفرخة التاني، لقيت لا الكيس مش هيقفل وزحمة على الفاضي. فاكتفيت بس انها في الفرخة الكيس احط فيه الفرخة بس. وده كان شكل الاتنين بعد ما كيشتهم وربطتهم بالربطات اللي بتيجي مع الكياس. وخرمت الكيس خرمين كده عشان ما يتفرجرش في الفرن. وبدأت بقى ايه احطها في الفرن بقى. هتحطي بقى بقية التتبيلة شوية تحت كده عشان يعني الصينية ما تتحرقش معاكي لو عندك شوية مية. وحطها في الفرن. شايفين مهرية ازاي؟ انا في الوقت ده كنت بطلعتها من الكيس، عشان تتحمر. بصوا بقى، هي على الكياس دي عاوزة الفراخ سليمة او البط سليم، مش عاوزة تتقطع.
تمام، عشان يعني تبقى حلوة. وفي الآخر شوية شيل الكيس من عليها وحطها تحت الشواية تتحمر، وبألف هنا. الفكرة بتاعت الكيس حلوة جدا، بتسرع على عملية السوا وبتسوي لك الفراخ وحلوة جدا. بألف هنا يا رب ليكم، مع السلامة.